السنة دي هتبقى بتاعتي. اوكي خلاص، ما حصلش حاجة، السنة اللي جاية هي اللي هتبقى بتاعتي. طب و... و... وبعدين يعني كل ما اخد خطوة ارجع اتنين اللي جاية طيب اللي يعني بعدها اسبوع طويل مليان دوشة، كله اخطار ومغامرات. ريح بالك كده وارسى وافصل من كل الحوارات. احكي وفضفض ملناش غير بعض، وتعالى هنونس بعض. اقعد معايا قعدة صفا. اي اصدقائي، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست المفضل بتاعكم قعدة صفا. في الحلقة دي الحلقة دي هي اول حلقة اسجلها بعد ما البودكاست نزل. الثلاث حلقات اللي فاتوا كانوا متسجلين قبل نزول البودكاست اصلا. وبالتالي دي اول حلقة بسجلها بعد ما شفت الفيدباك. واكشلي دي بعد الحلقة الاولانية بس، فالحلقتين التانيين انا ما شفتش ايه اللي جه عليهم. فانا بس عايز اشكر الكام حد اللي قال رأيه و... والكام حد اللي حب الموضوع وقال ان هو مستريح وكمل للاخر وحس ان الموضوع ريليتد ليه وبتاع. لان الهدف من هذا البودكاست كما قلت وسأظل اقول واذكركم ان انا عايز اخلق بيئة امنة لينا كلنا اننا نتكلم ونعبر براحتنا، سواء ليا او ليك يلي بتسمع دلوقتي. احنا هنا صحاب واتمنى ان انت تكون حاسس بده ناحيتي وناحية هذا البرنامج، ويكون برنامج لذيذ عليك، قاعدة مع واحد صاحبك، واكون فعلا تقدر تعتبرني يعني صديقك. في هذه الحلقة يعني بما ان الحلقتين اللي فاتوا كانوا كؤاب شوية، فلا لا 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 بقى نهدى شوية كده ونبقى كويسين، عشان ايه؟ مش كل مرة هنعيط واحنا في المواصلات واحنا قاعدين واحنا بتاع، عايزين نضحك. تمام. فالحلقة دي انا اول ما لقيت نفسي مبتهج سبت بقى كل حاجة كالعادة، زي ما انتوا عارفين بسيب كل حاجة بقى. خلاص بقى ورايا تاسكات بكرة مش هسلمها، ورايا حاجات بكرة مش هعملها وبتاع، وهقعد بقى معاكم بقى ايه نونس بعض كده. السنة الجديدة اللي بتيجي في غمضة عين، افتح مش عارف اعمل كام حاجة كده اسبوعين وتلاقي ايه بيقولك 2024 وبتاع. لدرجة ان احنا عندنا في الجامعة في يافطة متعلقة وانت رايح كده الكلية يعني، هتلاقي عليه وانت ماشي كده وداخل، هتلاقي عليها هابي نيو يير 2022. يعني هما بالنسبة لهم اصلا هي ما خلصتش، يعني من كتر ما الموضوع بيعدي بسرعة والعشرينات دي بتجري. انا كنت لسه بقول عيد ميلادي العشرين والبتاعات واللي مش عارف مين، خلاص داخلين في 21 اهو، وشوية شوية نبقى 30 في 40 وتنتهي الحلقة. لا انا قلت الحلقة دي مش هتبقى كئيبة فخلينا ايه جمال. تمام. السنة الجديدة عايز اتكلم بقى عن حاجات كتير كده، ايه يعني شويه خواطر عن حوار السنه وبقى الاهداف والانجازات والحوارات والكلام ده. واول حاجه حاسس ان هي يعني يعني شدت انتباهي وانا بفكر في موضوع السنه الجديده او كده، هي ان انا بحس ان السنه احنا عشنا سنه واحده من ساعه يعني ما نضجنا، اللي هو مثلا من ساعه ما كان عندنا من 16 ل 18 سنه بقى كل واحد وعقليته. انا طبعا كنت عقليتي فذة، فكنت بعد ال 18 بشويه. دي جوك وحشه هعتبر اني ما قلتهاش. بس انا خدت عليكم فبقيت قادر ارمي جوكس وحشه عادي وبتاع. حاسس ان انا اتعودت اكتر في الحلقه دي عن الحلقات اللي فاتت، او يمكن انا عندي طاقه المره دي علشان بقى هدخلكم في خصوصيات، لاني لسه واخد شاور جميل وحلق دقني وبتاع، فانا حاسس ان انا لذيذ يعني. ولكن من الحاجات اللي بتلفت نظري في السنه او في السنين يعني دايما كده هوت، والسنه داخله والسنه خارجه، هي ان انا حاسس ان احنا عشنا نفس السنه وعايشين سيميوليشن. ليه بقى الكلام ده بقوله؟ لاني بحس ان كل حاجه بتحصل في السنه هي حصلت السنه اللي فاتت وبتحصل السنه دي. السنة بتبدأ بإنجازات السنة والأهداف والتخطيط والمش عارف مين، نهدى شوية وندخل في ترند مش عارف عامل ازاي يلا بينا. وبعدين خناقة الصيف والشتاء، وبعدين مش عارف ايه اللي يطلع في اللي مش عارف مين، وبقى تحس ان ايه. وحتى مش ده بس اللي بتكلم فيه، مش حتى الاحداث اللي بتحصل وخناقة الصيف والشتاء وخناقة رمضان ورامز وخناقة مش عارف مين، والسنة تتكرر نفس الترندات نفس الاحداث نفس الوجع الدماغ والمعلومات التافهة اللي بتخش جوه دماغنا واللي احنا بنعرفش نطلع منها. حتى الناس اللي عايز تطلع منها زي كده بتفضل برضو
لا بتفضل ان فيها بعيدا عن ده. ولكن حتى بتحس ان مشاعرنا وحياتنا بتتكرر بشكل ما. تلاقي مثلا ان انت لو حاول تلاحظ النمط ده، اعتقد ان هو جايز يكون حقيقي يعني، ان انت لو في فترة معينة من السنة بتبقى حزين فيها، فهتلاقي نفس الفترة دي كل سنة انت بتبقى حزين فيها برضو. يعني لو انت مثلا فترة عيد ميلادك، شهر عيد ميلادك، هتحس انك بتحس فيه بنفس المشاعر اللي بتحسها كل سنة، سواء كانت ايجابية سواء كانت سلبية. بداية السنة هتحس ان انت بتحس فيه نفس المشاعر. اخر السنة هتحس ان انت بتحس فيها نفس المشاعر. وبحس ان احنا كتير مننا اصلا مشترك في المشاعر ذات نفسها بقى، سواء ان احنا مثلا في اخر السنه تحس ان احنا متضايقين بقى عشان حوار اهداف السنه ما حققناهاش، او مش عارف مين. في عيد ميلادنا يا اما ناس بتبقى مبسوطه جدا، يا اما ناس بتبقى حزينه جدا، على حسب طريقه يعني مجتمعك اللي انت عايش فيه، البيئه الاجتماعيه اللي انت خلقها حواليك. بدايه السنه الناس بتبقى متحمسه جدا وعايز تعمل حاجه جديده ومش عارف ايه. حتى بداية الشتاء لما احنا اتكلمنا في حلقة الشتاء، اللي هو الموضوع بيبقى تحس ان انت داخل في كآبة ومش عارف مين. تحس كده ان في نمط اتمسك سنة في 2019 تقريبا، وحدث مثلا كبير بيحصل في النص كده، تلاقي في عاصفة ترابية، تلاقي في حاجة كورونا، تلاقي في مش عارف. تلاقي دايما السنة كده بتمشي بنمط بنفس ايه الليلة. لو ركزت فيها كده هتلاقي ايه، واحد اتنين تلاتة اربعة، وبتسلم بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة، ونفضل نلوب في نلوب في نلوب في نلوب في نلوب في اللوب. مع ايه بقى؟ مع اننا بنكبر. وبما اننا بنكبر ففي حاجة من اتنين بتحصل: يا اما بنكبر رقم بس وبنتعامل بنفس الشكل، يعني اتجاه نفس المواضيع اللي بتتفتح كل سنة، واتجاه نفس وبنعيش نفس الشهور بنفس المشاعر وبتاع. يا اما بنبتدي ان احنا نتعامل مع الحاجات بطرق مختلفة شويتين، بسبب اننا نضجنا بالظبط، حلو حلو، نضجنا او نضجنا او وات ايفر اتجاه الحاجة دي. حد زي مثلا لما كان بيجي عيد ميلاده يكتئب بقى، لا محدش هيعمل لي ومحدش بتاع. اي جس ده موجود، بس اعتقد ان انا تخطيت مرحلة ان انا هقعد ازعل علشان عيد ميلادي جاي ومحدش هيكلمني، يعني ما خلاص ايه قشطة، هنعدي يعني. يلا بينا. اهداف السنة مثلا، مش تقعد بقى تحط اهداف السنة ومش عارف مين، ما خلاص عرفت اللي فيها يعني، ما انت عرفت اللي فيها يعني. فبقى الموضوع مختلف شوية. وانت مثلا امتحانات الكلية كل مرة بتتعامل مع الامتحانات بشكل مختلف. مرة لا ما نقصي، ما ينفعش انقص، ومرة تانية اللي هو يا عم فاكس، يا عم نقصني، يا عم انا مش جاي الامتحان اصلا، يلا بينا. فالسنة بتتكرر وانت بتختلف. تاني حاجة بتلفت يعني غير السيميوليشن بقى وبتاع، اعياد الميلاد. تعالوا بقى عشان انا بص انا معبي كتير قوي، مش فاهم كم من الناس اللي عيد ميلادها واحد واحد دي، خلينا نحطهم على جنب. ناس تانية بقى يعني غريبة جدا، غريبة جدا. وحوار اعياد الميلاد ده غريب جدا، ان تلات ارباع صحابك بتلاقي يا معلم عيد ميلادهم واحد واحد. يعني انتوا هتشوفوا ده بكره اهو، بكره اعتقد الحلقه دي هتنزل 31 تقريبا او 30 مش عارف. وتاني يوم على طول هتلاقي ماسوره اعياد ميلاد ضربه في البتاع. اهلهم بيستنوا عشان عايزين عيد ميلادهم يبقى تاريخ مميز، لكن رقم مميز واحد واحد وبتاع. بس انت حقيقي مش مميز، لان ايه ده كلهم لابسين زيي. وبعيدا بقى عن ده، حوار اعياد الميلاد عامه بيستفزني ليه بقى، وخصوصا يعني البنات. فانت كبني ادم طبيعي ليك يوم ميلاد في السنه، يعني بتبقى عارف ان انت عيد ميلادك واحد واحد، فهينزل لك الستوري واحد. لو حد صاحبك هينزل لك ستوري ولا حاجه، هينزل لك ستوري واحد واحد، ويلا كل سنه وانت طيب وانت طيب وانت طيب لا في ناس، لا بقى في ناس بيحصل ايه، بينزل لها ستوري واحد واحد، وبينزل لها ستوري اتنين واحد وتلاتة واحد واربعة واحد وخمسة واحد وستة واحد وسبعة، عندها اسبوع ميلاد. وانت بقى ممكن ما تكونش شفت ولا ستوري من دول، انت شفت بتاعت 4-1، فتدخل تقول لها كل سنه وانت طيب. تاني يوم تلاقي في ستوري، وتالت يوم تلاقي في ستوري، ورابع يوم تلاقي في ستوري. انت متبقاش فاهم بقى انت عملت ايه دلوقتي. يعني انت قلت لها كل سنه وانت طيبه فين، امتى يعني، انت امتى؟ عشان السنه الجايه برضو ما احنا ممكن يعني. بجد اللي هو من 1 ل7-1 اختار يوم بقى وادخل قول لها كل سنه وانت طيبه. اللي عايز اتكلم عليه بعد كده اهداف السنه. وعايز اقول لكم حاجه،
عرفوني يعني برضو، يعني عندكم فيدباك بقى انتوا صحابي بقى دلوقتي بقى، عرفوني يعني هل الحلقة دي والحلقة اللي فاتت انا كاتب البوينتس اللي هتكلم فيها، هل حسيتوا الموضوع ممتع اكتر وانا عشوائي تماما ومش كاتب اي حاجة وداخل اتكلم، ولا ما كانش في فرق، ما حسيتوش بالموضوع؟ وانا ما عملتش حاجه، انا ما فكرتش كتير في اللي عايز اقوله، انا بس فكرت انا عايز اتكلم، جه في دماغي كذا، جه في دماغي كذا، جه في دماغي كذا، فقمت كاتبهم كده جنبي، انا عايز اتكلم عن كذا 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 كذا، وقمت بس مرتبهم، هتكلم عن دي الاول، دي بعدها، دي بعدها، دي بعدها. مش عارف هل ده بيقلل من عشوائيه الموضوع، وان انتوا كنتوا حابين ان هو عشوائي، ولا ده بيخلي الموضوع مليان كلام اكتر؟ مش عارف، انتوا تقدروا تحكموا، فممكن انتوا تعرفوني حاجة زي دي. لكن دلوقتي خلينا نتكلم عن اهداف السنة. كل سنة واحد واحد نمسك النوت ونبص على الصور بتاعت السنة، ونبتدي بقى، لا السنة دي هتبقى مختلفة، وانا هعمل وانا هسوي، ونكتب وننيل وبتاع وكده، وبعدين نيجي اخر السنة انا ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. تبتدي بقى تيجي عند اهداف السنة وتحط كل حاجة انت كان نفسك تعملها في ال10 سنين اللي فاتوا. انا عايز اروح الجيم، انا عايز اقرا 700 كتاب، انا عايز اعمل اشتغل واجيب فلوس، انا عايز اجيب جي بي اي 4.5 اصلا، انا عايز اعمل وبعدين تيجي تتفاجأ ان انت ما عملتش اي حاجة اخر السنة. طب ما هو ده طبيعي يعني ما هو احنا محتاجين نكون منطقيين، ومحتاجين نعرف نفسنا، ومحتاجين نبص على اللي فات بقى. ما هو احنا عندنا هيستوري ليه؟ علشان نبص بصة كده، احنا امتى حطينا اهداف سنة وحققنا نصها يعني. هي دي المشكلة. والمشكلة في ايه بقى؟ يعني ان انت مش لوحدك يا حبيب قلبي، انا وانت وهو وهي كلنا كده. فما اعتقدش ان كتير مننا بيبقى مبسوط اخر السنة عشان حقق الحاجة اللي هو كان فعلا عايز يحققها، خصوصا في هذا السن. ليه بقى في هذا السن؟ لان احنا مشتتين كتير، لان احنا بنتغير كتير، ولان احنا ما وصلناش للنضج الكافي اللي يخلينا قادرين نحدد اهداف. كل ده عشان شربت ميه بقى، هنقعد بقى قادرين نحدد اهدافنا بوضوح. فبنتشتت كتير وبنغير اهدافنا كتير. هو انتوا كنتوا فاكرين ان انا عايز اعمل البودكاست ده؟ انا كنت عايز اعمل فيديو اصلا يعني. انا كنت عمال افكر، انا جيت لما قبل ما اعمل البودكاست ده، انا كان في دماغي ان انا عايز اعمل سيريس فيديوز. وبعد كده حسيت ان مفيش وقت عشان الشغل ومش عارف ايه، وبعد كده قررت طب انا عايز اكريت حاجة، وبعدين لقيت نفسي بسمع بودكاستس وبستمتع بيها. فالخطة كلها اتغيرت، وبقى الهدف ان انا عايز اعمل بودكاست، عايز اتكلم، عايز اعمل ايه رأيك نعمل كوميونتي، انا عايز ابقى اجتماعي. فهو مش كل حاجة بيبقى مخطط ليها، ومش كل حاجة مخطط ليها بتتم، ومش ومش كل الاهداف لازم ان هي يبقى مخطط ليها اساسا. I guess ان هو مثلا الواحد المفروض يحط اهداف، يعني هدف واحد كبير مثلا او هدفين كبار، دول اللي هو يلزم نفسه بيهم جدا، ده اللي هو لازم يكون ديديكيتد ليه قوي. وتكون اهداف برضو الافضل ان هي ما تبقاش سنوية، اللي هو انا السنة الجاية عايز اكون قريت 24 كتاب. ما هو ده مش هيحصل. انت تقول انا عايز اقرا كذا في الاسبوع مثلا، او وبرضه بيبقى صعب لان انت بتلزم نفسك على الاستمرار فترة طويلة جدا جدا يعني. فمن الحاجات يعني اللي انك لو بتقرا، وانا ما بقراش حاليا اكيد يعني من اوائل الكتب اللي الواحد هيكون قراها سيلف ديفلوبمنت ومش عارف مين، كان اتوميك هابتس. وكان في فكرة ان هو مش المفروض اننا نركز على النتائج اصلا، المفروض اننا نركز على السيستمز. ان انت بتخلق سيستم بيضمن ان اللي انت عايز تعمله ده يتعمل، او يعني عادة معينة بتعملها كده كده هتوصلك للنتيجة، بس انت بتركز زي ما اتكلمنا في حلقة الشتاء على ان خلي النهاردة بس يبقى كويس، خليني اعمل دي النهاردة بس. مش لازم تركز على ان انا في اخر السنة لازم اكون قريت ال 24 كتاب. لا، انت هتركز على ان انا المفروض اقرا 5 صفح النهاردة، ولو فاتوا النهاردة يبقى خلاص بكرة. واللي هو عمر ما البلان هتمشي زي ما هي مخطط ليها بالظبط، ولازم يبقى عندك المهارة بتاعت التغيير، ان هو حاجة حصلت فخلاص انا هغير. الهدف ده ما عادش مناسب اصلا لعقليتي دلوقتي.
تغير رأيك اتجاه حاجة وخليك شجاع انك تقول انك غيرت رأيك اتجاهها. غير هدفك، وعادي ما تتكسفش انك تقول ده. يجب انك تكون انت نفسك مقتنع بالتغيير ده من جواك، ومقتنع من جواك برضو انك مش هتعرف تحقق كل اللي انت عايزه، لان انت ممكن ما تبقاش عايزه 100%. انت ممكن يكون موهوم لك انك عايزه، لكنك فعلا لما تيجي تقعد مع نفسك وتسأل نفسك انت عايز تعمل ده ليه، جايز ما تجاوبش على نفسك إجابة حقيقية. يعني مش عارف، قد يبدو كلام عميق، بس انا حاسس ان انا ما اقدرش احط لنفسي اهداف للسنة. حاسس ان انا عايز حاجات بسيطة جدا يعني. او لو هاجي افكر هفكر في ايه؟ يعني نفسي مثلا اهو كل الحاجات دي عمرها ما هتتحقق. اللي انا هقوله دلوقتي ده عمره ما يتحقق بالشكل اللي انا بقوله ده. ان هو نفسي في ايه؟ مثلا نفسي ان انا اتعلم فيديوجرافي، اكون شاطر في الموضوع كله من اوله لاخره، من ناحية التصوير والإضاءة والتلوين وكل ده. عايز ان انا اكون شاطر فيه. عايز اكون قادر ان انا اخرج حاجة بصريا ممتعة ومرضية للعين وحلوة. عايز اعرف عن الالوان مثلا، ومن ناحية كل حاجة، لان انا برضو بدرس عمارة. فكده كده الموضوع هيفيدني هنا وهناك يعني. عايز احفظ او على الاقل عايز اقرا حاجة دينية تفيدني في الحياة عامة. سواء ان انا احفظ قرآن مثلا، او ان انا اقرأ حاجة زي البخاري او بتاع. عايز احافظ على عادة القراية. بتقعد بقى زي ما قلت لك ترمي الحاجات اللي انت ما عملتهاش. ما انت كده كده ال3 سنين اللي فاتوا مثلا ما عملتش فيها اللي انت بتتكلم فيه ده، فانت ليه متوقع انك هتعمله السنة دي؟ الافضل دايما زي ما قلت اللي هو مثلا انا عايز احافظ على عادة القراية، وانا عايز اتعلم فيديوجرافي. شكرا. وبعد كده بنحاول اننا نضيق بقى في المساحة اللي احنا سامحين فيها للهدف ده بانه يتحقق. والحاجات التانية ممكن نحط لها اهداف برضو، لكن ما هو مش شرط بقى تشتغل على ده كله مرة واحدة. ومش شرط تكون متنشن دماغك في انها تتحقق، ومش شرط انها تتحقق، لان ممكن حاجة تطلع. يعني كان هدفي السنة اللي فاتت ان انا اشتغل على يوتيوب. حاجة طلعت في النص الشغل، فضلت الفلوس بصراحة. يعني مش هكدب، فضلت الفلوس والهدف اتغير. عمرها ما هتمشي زي ما انت يعني زي ما في دماغك ابدا. تاني حاجة، انجازات بقى السنة. كلنا برضو بنوصل لاخر السنة وبتاع، وبنبقى حاسين اننا ما عملناش انجازات كافية وما حققناش حاجات وبتاع. بس في الاغلب ده مش حقيقي يعني. في الاغلب بس احنا ما حققناش الصورة اللي في دماغنا، ولكن حققنا ولا لا. فانا اعتقد اننا حققنا يعني. او على الاقل لو انت كنت مهتم بنسبة بسيطة فانت حققت. ما هو انت برضو ما تقعدش تلعب طول السنة وتهزر وبتاع وتخرج وتتمرقع وبتاع، وبعدين تيجي تقول لي انا ما حققتش. ما هو طبيعي يا معلم. لكن اكيد حققت حاجه. سواء على من الناحيه النفسيه، سواء من الناحيه الماديه، سواء من الناحيه الاجتماعيه. اكيد انت حققت حاجه. مش عارف هل هي حاجه حلوه ان انا اتكلم مثلا عن انجازاتي او الحاجات اللي انا مبسوط اني عملتها السنه دي ولا لا. لاني من ناحيه بحس ان هو ما الحاجات دي لنفسي، ما هو مش لازم الناس تعرفها. ومن ناحية تانية بحس ان هو الموضوع فيه افتخار مثلا، وان انا مثلا ممكن احسس حد ان انا احسن منه او حاجة. وانا ما عملتش حاجة اصلا يعني. هو الموضوع كله ان ربنا كرمني في حتة، او ان ربنا خد بايدي في حتة. لان الواحد ما بيعملش، ما فيش حد بيعمل حاجة يعني. خلينا نكون متفقين برضو ان ربنا اللي بيعمل. وبعدين بخاف ان انا اقول حاجة، وبعدين مثلا بعد كده اللي يحصل ان هي ما تبقاش ماشية، فارجع للحاجة واسمع ان انا قلت ان حصل. فاهم حاجة؟ بس يعني ممكن اقول مقتطفات كده لذيذة انا مبسوط اني عملتها السنة دي. مش عارف، وخصوصا يعني ان احنا في اخر البودكاست، فما اعتقدش ناس كتيرة وصلت للنقطة دي. فاي جس اوكي يعني. السنة دي كانت سنة عليا مختلفة شوية. أه طبعا انا كنت سايب الكلية السنة دي. لحد يعني ما بدأنا. ما كنتش لحد شهر 10 لحد ما بدأنا الجامعة. وكانت سنة أعتقد إن هي كانت مثمرة، مش زي ما أنا عايز خالص 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 يعني. لكن كانت سنة أعتقد إن هي كويسة، حققت فيها إنجازات تبدو للناس التانية إن هي إنجازات جامدة جدا وبتاع. بس بالنسبة لي أنا حاسس إن أنا
كان ممكن اعمل احسن من كده 200,000 مرة لولا ان انا مش ملتزم كفاية. زي ما انا بالظبط سايب اللي ورايا دلوقتي وجاي اسجل حلقة. أم، يعني الحمد لله اشتغلت من اول السنة الاخيرة وانا شغال كل اسبوع بمرتب كويس. ما اعتقدش حتى ان انا الحمد لله، يعني الحمد لله بسم الله ما شاء الله، ما اعتقدش ان انا هاخده بعد ما اتخرج اساسا من الكليه. وربنا اللي كرمني بده، انا ما عملتش اي مجهود، ما عملتش اي حاجه. انا كنت بس عايز اشتغل على الحوار بتاع يوتيوب، وبعد كده حد شاف شغلي فعجبه، اشتغلت معاه، اتعلمت اكتر اتعلمت اكتر اتعلمت اكتر، وبقيت شغال. اشتغلت مع واحد اتنين تلاتة، وبعدين فضلت شغال مع واحد، وبعدين دلوقتي بدأت شغل مع واحد تاني. أه والحمد لله قدرت ان انا استقل بشكل ما عن اهلي. مش 100% لسه بيساعدوني، ولكن أه ما بطلبش من حد حاجة يعني تقريبا. لو حد عرض باخد بصراحة. بس ما بطلبش يعني. قاعد لوحدي. م- مش عارف، بس حاسس ان انا مش هبقى مستريح وانا عمال اعدد في النعم اللي عندي، او اكون مبسوط بنفسي زيادة عن اللزوم. يعني مش حاسس ان دي حاجة بتعبر عني قوي. مش حاسس ان انا المفروض اكون مبسوط بنفسي زيادة عن اللزوم، او حتى ابقى مبسوط بنفسي in public. يعني لو حد اللي هو مراتي مثلا هقول لها مبسوط، عملت وعملت ونتبسط وبتاع، بس صعب قوي ان انا اتكلم كده عن اوكي حاجات انا مبسوط بيها وكل حاجة، بس مش حاسس ان هي حاجة يعني المفروض انها تبقى مدعاة للفخر او بتاع يعني. لكن هو فعلا هو انا كان نجاح مادي الحمد لله، قادر اكفي نفسي الحمد لله. استثمرت. بدأت استثمار بعد ما قريت كتاب. كان كتابين، كنت قريت ريتش داد بور داد، وقريت اغنى رجل في بابل. ومن بعدها تقريبا بدأت استثمار على طول. او حتى بعد ريتش داد بور داد بس. وكنت تقريبا قبل ما اشتغل مباشرة تحس ان القدر يعني ربنا كان بعتهولي كده اهو. استثمرت وعملت نسبة ربح كويسة الحمد لله. برضو كان عندي مش مشاكل نفسية كتير. اي جس لما خدت فترة الانقطاع دي من الكلية، واعتقد ان انا تخطيت كتير قوي 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 منها. بحاول ان انا اكون بني ادم احسن. بحاول ان انا ابقى كويس اكتر، لاني في بعض الاحيان بشوف نفسي بني ادم يعني مش كويس خالص، واناني بقى وبتاع وكده. ما اتعلمتش حاجات كتير بصراحة. يعني ده فشل بقى. يعني الفشل كان فشل ان انا ما اتعلمتش حاجات كتيرة جديدة. ما قريتش كتير. جربت العب باسكت مثلا، كانت فترة لذيذة. جربت انزل الجيم. بس هو فعلا كان نجاح نفسي شوية. وعلى صعيد الاجتماعية فممكن اكون عرفت كام حد، بس انا ما اعتقدش ان انا اقدر اقول ان انا نجحت اجتماعيا. اقدر اقول ان انا ميديوكر اجتماعيا. اقدر اقول ان انا نجحت شوية ماديا. اقدر اقول ان انا الحمد لله برضو نجحت شوية صغيرين نفسيا. وفشلت جدا تعليميا، فشلت جدا ثقافيا. من ناحية ان انا قريت او اتعلمت حاجة جديدة او كده، هو سكيل جديدة حتى، او قراية ثقافة بتاع. دينيا. مثلا ممكن اقول ان انا في فترة كنت كويس فيها. قربت كنت بحفظ قرآن شوية، نزلت اصلي في الجامع بتاع فترة كبيرة يعني من السنة. بعد كده قل شوية، بقيتش اصلي في الجامع، بقيتش احفظ، مبقيتش عندي ورد في اليوم. فمش عارف ده اعتقد ان هو فشل في الاخر يعني. اعتقدش ان هو نجاح. اعتقد ان هو فشل. المفروض كنت احافظ على ده. من الكتب اللي ساعدتني على ده اللي ممكن ارشحها لحد كان كتاب فاتتني صلاة. كان جميل جدا. واللي لحد دلوقتي مخليني يعني محافظ على شوية عادات بعملها لما اجي اصلي مثلا، او ادعية معينة بدعيها، او فكر معين اصلا بينتابني لما الصلاة تيجي او كده. واتمنى ان انا في يوم اقرا تاني يعني. اتمنى ان انتوا برضو اتمنى ان انتوا تشاركوني اصلا الحاجات اللي انتوا مبسوطين ان انتوا عملتوها، لو انتوا هتحسوا ان انتوا مستريحين وانتوا بتعملوا ده. وبجد يعني هبقى مبسوط قوي، هبقى مبسوط قوي انتوا بتشاركوني ده، لان انا فعلا لو بتسمعني لحد هنا ففعلا فعلا زي ما بقولك انت صاحبي. بس هو انا بس عندي تعقيب صغير عشان في ناس كلمتني. تعقيب صغير قوي يعني. لو هتيجي تكلمني لو سمحت خلي لغتك محترمة. مش اكتر يعني. ده الرجاء الوحيد يعني اللي بتمناه. بس كده. ما اعتقدش ان انا عندي حاجة اقولها.
اتمنى ليكوا كلكم بداية سنة جديدة وسنة سعيدة، وسنة نحقق فيها فعلا حاجة بقى نيجي نتكلم عليها تاني، ونبقى مبسوطين ان احنا عملناها. آه، أم، واتمنى تكونوا يعني حتى لو انتوا حاسين ان انتوا مثلا ما حققتوش حاجة او ما عملتوش حاجة او بتاع، زي بالظبط ما انا برضو مش حاسس ان انا عملت حاجة يعني، او حاسس بعض الحاجات مش هكدب، بس مش زي ما انا كان نفسي انه يحصل، مش زي ما انا كنت، ما حسيتش بتطور في دماغي. فهي دي المشكلة، ان انا عقليا ما نمتش يعني. كل الحاجات التانية دي شكليات، ده اللي بشوفه يعني. آم، او ممكن عقليا نميت لان ما هو فكرة ان انا اصلا نفسيا بقيت احسن، فمعنى كده ان انا نضجت عقليا عشان اعرف اعالج المشاكل النفسية دي. بس اقصد يعني عقلي ما تفتحش زي ما انا كنت مستني ان هو يتفتح. زي ما انا بشوف ناس كتير اكثر مني ثقافة وعلما وقدرة على الكلام والتعبير وابداء الرأي وده مش عندي خالص، وده اللي كان نفسي فيه اصلا. أم... فاتمنى كلنا يعني نحقق اللي احنا عايزينه، واتمنى تتبسط بالحاجات البسيطة اللي انت عملتها، باليوم اللي انت اتبسطت فيه مع اصحابك، بالاكلة اللي انت اكلتها لاول مرة، بالخروج، ان كانت ايه الحاجة البسيطة الوحيدة اللي انت فاكرها من السنة اللي فاتت. فهي لحظة ممكن تعتبرها صورة للسنة كده هون، و... واعتقد ان هي كافية قوي، كافية قوي بجد. فكرة هي حاجة واحدة بس كافية في النهاية يعني. الموضوع مش مستاهل، ده في رأيي يعني. وحاجتين بقى، حاجتين قبل ما نقفل. حاجة ما ينفعش نبدأ السنة الجديدة من غير ما نعملها، او انا بقالي سنتين 3 4 يمكن من ساعة ما نزلت، وانا دايما متعود على انها لازم تحصل في نهاية السنة، وحابب ان انا بقى اشارك ده معاكم. ف خلينا نصبر كده. أم- 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 أم. آه، سنة جديدة وانتي لسه في مخي ثابتة زي الموناليزا. ايه 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 يا ده اللي انا كنت عايز بس ايه صحي النوم اضيفه هنا. سنة جديدة بس كده يعني. لو في المواصلات يا معلم فتوصل بالسلامة، ولو نايم او هتنام تصبح على خير، لو لسه صاحي صباح الخير، لو في المطبخ بتعمل اكل فيا رب الاكل يطلع حلو، لو بتعمل تاسك للكلية فيا رب التاسك يعدي بسلام وامان وتتبسط بيه. ان كنت بتاكل زي اللي كان بياكل وقال لي انه بياكل، بالهنا والشفا. ان كنت بتسمع والنور قطع ومستني النور يجي، فيا رب النور يجي، ولو ما جاش انا موجود. لو كنت سرحان على السرير ونايم باصص للسقف، فيعني يا رب تبقى مبسوط وانت بتسمعني. لو كنت قاعد شغال فيا رب تخلص الشغل وتخلص يعني وتبسط اللي انت شغال معاه، وانت تتبسط بالحاجة اللي انت عملتها. وان كنت بتروق الأوضة فيا رب تتروق وتبقى نظيفة وجميلة كده وانت تبقى مستريح وانت قاعد فيها. ولو انت كنت بتعمل حاجة تانية فيا رب ايه تعدي بسلام وامان. ولو حابب قول لي يعني، الناس اللي انا الكلام اللي انا قلته ده ايه اتقال لي، سألت الناس انتوا كنتوا بتعملوا ايه فقالوا لي، فحبيت ان انا ايه لو كده هو ن... ن... ندعي لهم يعني. وبس كده، ده اللي كان عندي النهاردة. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، وبحبكم جدا جدا. مع السلامة. صفا